اولادك بيحبوها وبيشتروها من بره بسعر غالي. تعالوا بينا النهارده بكوبايتين دقيق وبيضتين بس نعمل صينيه كبيره كده تكفي البيت كله والكل ياكل ويبقى مبسوط. اللهم بارك. طعمها خطير وفي منتهى الجمال، هشه كده ولذيذه. طبقه من الكيكه وفوقها طبقه من الكريمه وطبقه من صوص الفراوله. طعمها خطير، مش هتقدري توقفي فيها اكل كده من جمالها، لانها بتبقى كيكه هشه كده وخفيفه كده في نفس الوقت، وبيبقى طعمها لذيذ جدا. تعالوا بينا نشوف طراوه الكيكه من جوه. بس اهم حاجه لو عجبك الفيديو ما تنسيش المتابعه الحلوه للصفحه واللايك الجميل كده للفيديو، وتكتبي لي رايك في التعليقات. اللهم بارك. شايفين طراوه الكيكه من جوه عامله ازاي؟ خطيره خطيره بجد، هتعجبكم قوي ومش هتبطلوا ان شاء الله تعملوها بعد الوصفة دي. والمقادير بتاعتنا سهلة أوي بسيطة: كوباية حليب، نص كوباية من الزيت، كوباية من السكر، كوبايتين دقيق، واتنين بيضة، وواحد من الكيك شيف، ورشة فانيليا سايلة بقى أو بودر براحتك خالص. نزلت كده في البولة باتنين بيضة وكوباية دقيق ونص كوباية الزيت وكوباية السكر، وهنخفق فيهم كويس كده بالمضرب لحد ما كل المكونات تدوب في بعضها كده ويبدأ اللون بتاعها يبدأ ان هو يبيض كده شوية. عايزة تطلعي معاكي كيكة ناجحة وهشة، افضلي اخفقي فيها فترة طويلة قوي، يعني افضلي اخفقي فيها كده لحد ما تلاقيها بقى قوامها هش كده واللون بتاعها بدأ يفتح كده معاكي. اكتر حاجة بتطلع معاكي الكيكة ناجحة هي الخفق فيها كده كتير، زي الاسبونج كده بالظبط. ايه اللي بيطلع الاسبونج ناجح كده وهش وقوامه مرتفع؟ الاسبونج بتاع التورت هو ان احنا بنفضل نخفق فيه كتير لحد ما يبقى القوام بتاعه كده هش ويزيد حجمه. فقنا المكونات السايله كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما السكر داب وكل المكونات دابت مع بعضها، وجبنا بقى المنخل اللذيذ بتاعنا، لان لازم ننخل الدقيق كده كويس والبيكنج باودر، ان بجد نخل الدقيق ده بيديكي نتيجه حلوه قوي للكيك. انا بقى حطيت الكيك شيف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ونخلته برده، وهحط بقى ذره من الملح وهنقلب المكونات كلها مع بعضها. انا بصراحه بحب استعمل الكيك شيف، بيدي نتيجه حلوه كده اكتر من البيكنج باودر. بصراحه هو بصراحه سعره غلى عن البيكنج باودر بس احسن بكتير. ده بقى حطينا مكونات الكيكه كلها وحطينا الفانيليا وحطينا البيكنج باودر وحطينا كل حاجه بتاعه الكيكه، وبدانا ان احنا نخفق فيها كده. هتخفقي فيها ما لا يقل عن 10 دقايق، يعني 10 دقايق كده كمان قليل. لو وصلت ربع ساعه يبقى حلو كمان، علشان احنا عايزين قوام الكيكه هش كده والقوام بتاعها شايفين هي لونها اصفر. احنا عايزين نفضل نخفق فيها لحد ما تدينا لون ابيض كده شويه او قوام ابيض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولو عندك على الجنب بقى تحطي فيها المكونات كده كلها وانت تضربي بقى فيها كده حوالي 10 دقايق كده او ربع ساعه لحد ما القوام بتاعها يزيد كده ويتضاعف وتلاقيها بقت هشه كده بالشكل ده. جبت بقى الصينيه الوسطانيه في الصواني المربعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، دهنتها دهنه بسيطه كده من الزيت علشان الكيكه ما تلزقش فيها، ونزلت بالخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبدات ان انا اسويه في الصينيه، لان الصينيه المربعه بتبقى عايزه تساوي كده شويه علشان ما تطلعش جزء عالي وجزء واطي. وانا ما بحبش بصراحه الحته دي في الكيك، بحس ان في كيكه بيكون مرتفعه كده من جنب والجنب التاني لا. فسويها كده كويس قبل ما تدخليها الفرن. هتدخليها على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني، تفتحي عليها غير بعد نص ساعه على الاقل. هتختبريها كده من النص، لقيتيها لسه ما استوتش هتسويها لحد ساعه الا ربع كده، وهتبداي ان انت تختبريها من النص زي ما انتوا شايفين كده. اول ما تطلع الشوكه معاكي نضيفه طلعيها بره الفرن وما تسيبيهاش تبرد في الفرن خالص، لان ده سبب من اسباب هبطان الكيكه بعد ما بتتسوى. طلعيها تبرد بره على الرخامه لحد ما تجهزي الكريم جانتيه وصوص الشوكولاته. جبت كده تلت كوبايه من الكريم جانتيه وحطيت عليها نص كوبايه من الميه المتلجه وثلاث معالق كده من السكر، وبدات ان انا اخفق فيهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتفضلي تخفقي فيهم كده لحد ما الكميه بتاعتهم تتضاعف. انا بصراحه زودت حوالي ربع كوبايه ميه كمان او تلت كوبايه ميه كمان، لان لقيت الكريم جانتيه تقيل قوي، وده طبعا مش كريم جانتيه بتاع التورتايه، ده هنساوي بيه كده الوش، فاحنا عايزينه برضو يبقى القوام بتاعه حلو شويه. زودت كده كمان ربع كوبايه من الميه وفضلت اخفق فيه لحد ما الحجم بتاعه يتضاعف وتملى البوله كده علشان يبقى الكيك كده كله جميل وعليه كريمه كتير. يعني انا بصراحه بحب الكيك يبقى عليه كريمه كتير كده، بتكون مطعماه وبتكون لذيذه كده زي اللي احنا بنجيبها من المحلات. فضلت اخفق كده في الكريمه لحد ما حجمها اتضاعف وبقت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هندخلها بقى التلاجة لمده 10 دقايق كده او ربع ساعه لحد ما نجهز الصوص بتاع الفراوله. للصوص الفراوله هنجيب نص كيلو من الفراوله تكون سليمه كده وحمرا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدا ان احنا نقطعها مكعبات صغيره علشان تستوي بسرعه على النار وما تاخدش معاكي وقت، وكمان اول ما تستوى كده هتلاقيها اتحولت
لبيوريه كده، مش هتحتاجي ان انت تضربيها حتى في الكبه ولا بالهاند بلندر، انت هتلاقيها اتحولت بيوريه كده على طول. ده بقى موسم الفراوله. الحقي بقى هاتي الفراوله كده واعملي منها تورت، واعملي منها حلويات كتير حلوه، واعملي منها مربات وحاجات لذيذه كتير. قطعنا بقى الفراوله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لمكعبات صغيره، وهنحط عليها 4 معالق كبار من السكر، بس اهم حاجه السكر يكون ابيض كده عشان يديكي لون محمر. السكر البني بيدي لون غامق لصوص الفراوله كده شويه. حط السكر ابيض. حطينا 4 معالق كبار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهندي لها تقليبه ونحط عليها ربع كوبايه ميه بس، مش اكتر من كده. ما تكتريش ميه علشان هتلاقيها نزلت معاكي ميه كده كتير ومش هتبقى حلوه خالص وهتغيب معاكي على النار. انا حطيت فنجان من بتاع القهوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنقلب بقى الكلام الجميل ده كله وهنرفعه على النار، على نار هاديه خالص. يعني لو عليت النار الفراوله هتتحرق منك وهتلاقيها استوت كده بسرعه ومش هتبقى طعمه. هدي عليها النار، واي ريم بقى هتبداي ان انت تشيليه كده وتستغني عنه. هتسيبيها على النار حوالي تلت ساعة كده او نص ساعة، هتلاقيها اتحولت لمربى كده وهيبقى طعمها خطير. هنجيب بقى الكيكة اللي احنا طلعناها من الفرن وسيبناها تبرد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنجيب شوكة ونبدأ ان احنا نعمل كده فتحات بالشوكة عشان هنشوف هنسقيها ايه دلوقتي. انا النهاردة هسقيها شربات اللي هو سيرب خفيف. حطيت ربع كوباية من السكر، عليها كوباية الا ربع من المية، وهتحطيهم على النار يغلوا كده غلوتين. يعني انا عايزاه خفيف مش تقيل، عايزاه سيرب خفيف. اول ما يبدا ان هو يدوب مع بعضه كده ويغلي غلوتين هتسيبيه يبرد، وتبداي ان انت تسقسقي بالكيكه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش عايزه بقى تسقيه بسيرب او مش عايزاه يكون مسكر، هتجيبي كوبايه حليب وتبداي ان انت تسقسقي بيها الكيكه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هننزل كده في الفتحات اللي احنا فاتحينها بالشوكه والاطراف بتاعه الكيكه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان تتشرب كده السيرب كده معاكي بسرعه وتبقى مسكره. مش عايزه بقى تبقى مسكره قوي، هتستبدليها باللبن كده بقى هتبقى طعمها عامل زي القشطوطه، تبقى الكيكه طريه كده من جوه وطعمها لذيذ جدا. جبنا بقى الكريمه اللي احنا كنا حاطينها في التلاجة لمده ربع ساعه، وبدانا ان احنا ننزل تسويها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحطي بقى كميه كريمه حلوه كده عشان الكيكه يكون طعمه كده ولذيذه. وطبعا في كل مرحله لازم تسيب الكيكه في التلاجة حوالي ربع ساعه. يعني في المرحله دي هتدخلي الكيك لحد حتى اما صوص الفراوله يبرد معاكي شويه، لان ما ينفعش تحط صوص الفراوله سخن على الكريمه علشان هتلاقي الكريمه ساحت، مش هتبقى حلوه خالص. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بدات ان انا اسوي الكريمه عشان يبقى شكلها حلو كده ولذيذ. فجبت القطاعه بتاعه الجزر، انا عاملاها هي اتكسرت مني كده فانا عملتها لتسويه الكريم على الوش التورت كده او على وش الصواني اللي انا بعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سويتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وجبت بقى الصوص دخلته برضو التلاجة حوالي ربع ساعة مع الكيك لحد ما برد كده، واديته خبطتين كده بالشوكة بقى معايا بيوريه كده ولذيذ جدا. لو طلع معاكي قطع كبيرة كده شوية هتعملي ايه؟ هتحطي كده في الخلاط او في الكبة او بالهاند بلندر كده عشان يبقى معاكي صوص بيوريه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنبدأ بقى ان احنا نسويه كده بالشوكة بس بالراحة، يعني ما تضغطيش جامد علشان الكريمة اللي تحت ما تتخلطش كده بالفراولة وهيبقى شكلها مش حلو خالص. بالراحة كده ابدأي ساوي من على الوش كده بالراحة خالص. هتحطي بقى كل الكمية اللي معاكي. لو انت مش حابة تعمليه صوص تقدري ان انت تقطعي الفراولة كده وتبدأي ان انت تحطيها على الوش، وممكن تجيبي كيس من الجيل كده وتدوبي منه شوية في المية وتبدأ ان انت تحطيه على الوش برضو هيبقى لذيذ جدا. انا بديكي كل الحلول اهيت عشان مثلا لو في حد مش بيحب الصوص بالشكل ده ممكن تقطعي قطع الفراولة كده وتحطيها على الوش. بصراحة بتبقى خطيرة برضو. بإذن الله أنا هعمل معاكم برضو تورتاية فراولة، دي حاجة أساسية ما بعديش موسم الفراولة من غير ما أعملها. لكن الجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي عايزين بقى تسموها قشطوطة، عايزين تسموها جاتو شاتو بالفراولة، أي اسم تسموها لها، المهم هي طعمها لذيذ وبتبقى خطيرة جدا. طبعا قبل ما تتقدم لازم تخش التلاجة على الأقل نص ساعة عشان كل حاجة كده تتشرب من بعضها والكريمة كده تتماسك والصوص يتماسك كده ويبقى طعمها لذيذ. هتقطعيها بقى مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتبدأي ان انت تقدميها لاولادك كده هتعجبهم جدا. طعمها مقارب للقشطوطه كده وبتبقى طعمها لذيذ جدا. عايزاها بقى تقلب قشطوطه خالص هتحط عليها كوبايه لبن كده، تسقسيها بكوبايه لبن او كوبايه ونص لبن، يعني تلها اللبن كده هتقلب زي القشطوطه بالظبط. لكن بصراحه انا حبيت ان انا احط السيرب علشان بتبقى طعمها حلو كده، بتبقى طعمها لذيذ ومسكره. متكتريش السيرب قوي، هي كوبايه او كوبايه الا ربع كفايه قوي عشان ما تعجنش منك ومش هتبقى لذيذه. هنبدا بقى ان احنا نطلع الكيكه كده، اللهم بارك، طعمها خطير وبتبقى هشه كده ولذيذه وفي منتهى الجمال. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. مبسوطه قوي بتعليقاتكم الجميله ليا، بتشجعوني كده ان انا اعمل فيديوهات كتير حلو. وطبعا باذن الله هنزل لكم الوصفه مكتوبه عشان الناس اللي بتفتح من الباقه وما بتعرفش تفتح الفيديوهات، ان شاء الله هكتب لهم المقادير كلها باذن الرحمن، وكمان هكتب لهم الطريقه بتاعتها بالتفاصيل
اترككم في رعاية الله وحفظه، استنونا فيديوهات تانية كتير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.